بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلة حكما قضائيا بسجن مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق لمدة سنة، مع إلزامها دفع 110 ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لصالح التيار. ولفتت صادق إلى أن الدعوى رفعت عليها منذ حوالي 3 سنوات بعد نشرها تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بالعنصري والنازي، ربطا بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء مرافقين نائب السابق زياد الأسود على شاب من مدينة طرابلس بالضرب في منطقة كسروان، مع توجيه عبارات طائفية له. ومن جهتها عبرت الإعلامية اللبنانية ديما عن هذا القرار خلال مقطع فيديو، معتبرة أن ما حصل يدق ناقوس الخطر الكبير، ومؤكدة على مواصلة النضال، وأضافت: لنرى من سيربح في النهاية معركة الحريات في لبنان.